يا ترى اليوم ال24 من رمضان في حياة لتوأم وحامل في الشهر الثامن. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك عشان نرفع الفيديو مع بعض. وتدعميني كده بلايك والقناة نكبر بالقناة مع بعض كده. آه قلت الحق نفسي قبل رمضان كده واعمل حاجة. جوزي كان اديله كتير ما كانش حلويات غير في العزومات بس، فقلت بقى انا اعمل له ايه النهارده، جلاش كده حاجة على السريع خالص. الجلاش بالمكسرات ده اسهل حاجه تتعمل، فروحت عاملاه كده. مكملش معايا نص ساعه يعني، بس كنت عاملاها قبلها بيوم بقى، يعني قبل النهارده امبارح يعني. انا بحب اعمل الحلويات عامه بالليل، مش بحب اعملها بالنهار. عملتها كده. وبس هي ايه طلعت يعني طريقه مني شويه، لان انا كنت مستعجله. كان عندنا ضيف كده صاحب جوزي وكان عايز ياكل حاجه حلوه، وفي الاخر برضو ملحقش ياكل. ما طلعتلوش يعني في النهايه، بس الحمد لله يعني اتعمل وخلاص. عملت حلويات يعني، لان احنا ما عملناش حلويات كتير من اول رمضان طبعا، بسبب ان انا تعبانه خالص. ادعيلي كده ربنا يقومني بالسلامه. هانت ان شاء الله. ربنا يهونها يا رب على كل حامل وتقوم بالسلامه يا رب. وهنا بقى كنت بعمل الشربات، كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه، وحطيت ليمونه. بعدين كده ايه كنت بحضر للمحشي. قطعت الطماطم، بس ضربتها من غير ميه عشان تبقى تقيله كده وتدي لي شكل للطماطم، يبقى لون حلو كده واحمر وباين في الرز. ما تنسيش بقى تضغطي اللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي في الكومنتات كده. كنت بضربها بالهاند بلندر عشان برضو ايه يعني لو حطيتها في الخلاط مش هتتضرب، يعني لازم ميه، فانا مش عايزه احط لها ميه خالص عشان تبقى تقيله كده معايا. فضربتها بالهاند بلندر. وبعدين قطعت بصل. انا عامه بحب احط للمحشي بصل كتير عشان كده يديله طعم ويبقى طعمه جميل. فكده كنت معايا 4 بصلات. وبعدين بقى ايه عملت التسبيكه بتاعتي او التخديعه في حله. انا سمعت شيف قبل كده بتقولك التخديعه في الحله بتبقى اسرع، وهي فعلا بتبقى اسرع الصراحه يعني، في صينيه قصدي عن الحل. حطيت البصل وقلبته بقى في الزيت، وسبته لحد ما ايه ما ياخد لون، يعني داخل على البني. وبعدين حطيت في النص كده معلقه ملح، وقلبته تاني وسبته بقى ايه يتحمر لحد ما خد اللون دوت. وبعدين حطيت عليه الطماطم كانت تقيله خالص، سبته بقى لحد ما يتسبك. وبعدين حطيت كيس صلصه ومعلقه ملح ومعلقه سكر والتوابل بقى اللي هي كزبره وكمون وفلفل اسود. وبعدين حطيت الرز وسبت شويه، وبعدين حطيت حته سمنه. قطعت بقى خضره وخضره المحشي وحطيتها بقى ايه عليه. بحط اكتر حاجه ان الكزبره، يعني مثلا ربطة بقدونس وربطتين كزبرة وربطة شبت. كنت بقطعهم كده صغير عشان ما يبانش في المحشي يعني. أنا ساعات كنت بقطعه الفروع الكبيرة دي كانت بتبان في المحشي قوي يعني فأنا اتعلمت بقى وابتديت أقطعها صغير خالص. ما تنسيش بقى يا حبيبتي كده تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. عايزين نكبر كده القناة مع بعض. المشاهدات واقعة خالص ومش عارفة ايه اللي حاصل يعني. بعدين حطيت كده الخضرة على على الرز والطماطم وقلبتهم. وحطيت بقى ايه بطاطساية في قعر الحلة عشان هحشي ورق عنب. وحشيت كده ايه قرنين فلفل، لان انا اللي بحب الفلفل بس. جوزي محد ما بيحبش يعني الفلفل، بيحب ورق العنب بس، فعملت لنفسي. وبعدين حشيت ورق العنب. قولي بقى ايه اكتبي لي كده لو عجبك الفيديو كده في الكومنتات،
وانتي بتعملي ايه لو انتي حامل زي كده. هل طبختي كم مرة؟ انا طبختش غير 3 4 مرات الصراحة، قلت الحق نفسي قبل رمضان بيخلص، فنلحق نفسيتنا كده ونعمل ايه، اي حاجة حلوة كده. ما في العزومات بقى ربنا يخلي اخواتي وامي ما كانوش يعني سايبيني الصراحة، على طول كل شوية بيعزموني واروح عند ماما كل شوية، كنت مقضيوها يعني. بس اخر رمضان بقى ايه خلاص قلت ايه اعتمد على نفسي شوية، بنحاول يعني. والحمد لله ربنا يقوينا جميعا ويقوي كل ست بيت، ويجازيها خير عن اللي بتعمله في رمضان. وانا كنت خلصت بقى ايه المحشي ولفيت الحلة كلها اخيرا الحمد لله. ما تنسونيش بقى من دعائكم كده في الايام المفترجة دي، النهارده ليلة وترية، ادعي لي بقى ايه في قيام الليل، وربنا يا رب يفرج عننا كلنا ويحفظ بلادنا، ويا رب يكون عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله، والايام دي تكون جميلة.